اكبر كذبه بنصدقها في تطوير الذات ان الفهم لوحده هيغير حياتك. في ناس بتبقى فعلا فاهمه كل حاجه، بيسمعوا فيديوهات وبيقروا كتب وبيحضروا كورسات، لكن حياتهم زي ما هي، مفيش اي تغيير حقيقي. طب تفتكر كده المشكله فين؟ انت ممكن تبقى فاهم كل حاجه على فكره، فاهم يعني ايه طاقه وفاهم يعني ايه عادات، وبرضه تلاقي نفسك في نفس النقطه. ليه؟ لان ببساطه الفهم ده احلى جزء واسهل جزء كمان. انت بتتعلم في دماغك بتنور، تحس انك فهمت اللعبه، بس للاسف دي خطوه البدايه، والاحساس انك فهمت مش معناه انك اتغيرت. وخليني اقول لك مقوله انا بحبها جدا، مفيش حاجه في حياتك هتتغير طول ما افعالك هي. مش مهم انت قد ايه فاهم، المهم انت قد ايه بتنفذ. طب تفتكر بقى معايا تكسر الوهم ده ازاي نعدي مرحله الفهم ونوصل لمرحله التغيير الفعلي؟ هتبدا بمبدا بسيط جدا اسمه اكشن بير ليسون. يعني ببساطه كل معلومه جديده هتفهمها لازم وراها خطوه فعليه بعدها باقل من 24 ساعه. مثال بسيط، لو سمعت فيديو عن اداره الوقت، طبق خطوه واحده بس من الفيديو، ولتكن انك تحضر المهام اللي عليك قبل بدايه الشغل. لو فهمت يعني ايه ثقه بالنفس، طبق خطوه واحده بس. مثلا خد قرار انت كنت خايف منه. المعلومه اللي مش وراها فعل بتتحول لجمل بس مش افاده. النجاح مش محتاج انك تعرف اكتر، محتاج انك تنفذ اكتر. ولما تبدا تربط الفهم بالفعل وقتها بس هتشوف تغيير في حياتك. قول لي بقى في الكومنتس ايه اخر معلومه سمعتها، وايه اول خطوه صغيره ممكن نطبقها من النهارده. وبس كده، طبتم وطبط ايامكم. السلام عليكم.